السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبنا حلنا في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم. يا رب تكونوا كويسين وكل حاجة كويسة. صديقي القمر الجميل، أهلا وسهلا بيك في مراجعة شهر نوفمبر. بص بقى يا صديقي، لكل طلبنا في أولى ثانوي إحنا بنراجع مع بعض مراجعة شهر نوفمبر. إحنا قلنا إن إحنا هنبدأ من أول الدرس السادس لحد الدرس التاسع وهو درس الضغط. طيب نبدأ مع بعض كده يا صديقي. بيقول لك إيه؟ إن الكائن الحي بيواجه ظروف بيئية مختلفة قد تعوق استمرار حياته. طب مستر، ظروف زي ايه؟ قالك زي التغير في درجة الحرارة، او اختلاف الضغط، او نقص الاكسجين، او زيادة الضغط. طيب لذلك لذلك تمتلك كائنات مجموعة من التكيفات بتساعدها على البقاء في بيئتها المائية، سواء كانت في محيطات عميقة او بحيرات ضحلة سطحية. طب جميل جدا. يبقى معنى كده يا مستر ان انا عندي تكيفات. افكرك بقى يا مستر ان انا كان عندي نوعين، انا اسف 3 انواع من التكيفات. كان في تكيف وظيفي او بقول عليه تكيف فسيولوجي، وكان في تكيف سلوكي هو تغير في السلوك، وكان في يا مستر تكيف تركيبي او تكيف تشريحي وتغير في اجزاء الجسم. طيب نبدأ مع بعض أول حاجة وهي التكيفات الفسيولوجية أو التكيفات الوظيفية. بقول لك هي تعديلات أو تكيفات تطرأ على طريقة أداء بعض أعضاء الجسم لوظائفها الحيوية ليصبح الكائن الحي أكثر ملائمة مع ظروف البيئة. يبقى معنى كده إن أنا بغير في وظائف الأعضاء. طب جميل جدا. قال لك حيث أن تطور الكائنات الحية في البيئة المائية هو تكيفات فسيولوجية خاصة لمواجهة بعض التغيرات. طب تغيرات زي إيه؟ قال لك زي ضغط الماء المرتفع، أو زي نقص الأكسجين، أو زي الضغط الإسموزي. يبقى دي من ضمن العوامل اللي بتأثر على الكائنات فبتخليه يعمل تكيف فسيولوجي. طيب نبدأ مع بعض أول حاجة وهو الضغط الماء المرتفع. بقول لك حيث تنطلق بعض الأسماك اللي بتعيش في أعماق المحيطات تكيفات فسيولوجية تمكنها من تنظيم ضغط الدم داخل أجسامها. طب إزاي بقى؟ قال لك لأن لها قدرة على تحمل الضغط المرتفع، لأنها تمتلك شرايين وأوردة قوية ومتينة. طب جميل جدا يا مستر. الكلام ده كويس جدا. نعمل إيه بقى؟ قال لك الشرايين الأوردة القوية والمتينة دي بتخلي ليها قدرة على تعديل ضغط الدم بشكل فعال ليظل متناسبا مع الضغط الخارجي. يعني أنا أقدر أعدل من ضغط دمي عشان ما تأثرش بشكل كبير مع الضغط الخارجي. طب جميل جدا. بعد ما خلصنا الجزئية دي الحاجة قايل لك إيه؟ الحاجة قايل لك إن رقم 2 هي نقص الأكسجين. يعني معنى كده إن عندي كمية قليلة من الأكسجين، يعني باخد كمية أكسجين أقل. طب حلو. قال لك حيث تمتلك بعض الأسماك اللي بتعيش في أعماق المحيطات. خلي بالك أنا لما جيت اتكلمت على زيادة الضغط ونقص الأكسجين أنا بتكلم في الأعماق. يعني معنى كده إن الأعماق دي بتتميز بنقص الأكسجين وزيادة الضغط. طيب نكمل. قال لك حيث لها قدرة خاصة على تنظيم للتنفس في ظروف نقص الأكسجين، زي سمك اسمه سمك الأفعى، السمكة الجميلة اللي قدام سيادتك دي. طيب ماله سمك الأفعى؟ قال لك حيث يعيش هذا النوع من الأسماك في أعماق المحيطات حيث تكون مستويات الأكسجين منخفضة للغاية. طب جميل جدا يا مستر. بعد كده قال لك ولزيادة كفاءة استخلاص الأكسجين القليل لما تمتلكه من الخياشيم الكبيرة فتحتوي على شعيرات دموية دقيقة جدا. يعني ربنا بيكون خلق لها خياشيم كبيرة وليها شعيرات دموية دقيقة عشان تقدر تستخلص كمية أكبر من الأكسجين. طيب ده كمان يا مستر ده بتعمل إبطاء لمعدل الأيض، يعني عملية التمثيل الغذائي، هضم الغذاء، عشان أقلل احتياج الأكسجين. ده مش بس كده، ده بص بيقول لي إيه؟ بيقول لي
وتوجد في المناطق الاستوائية من المحيطات الرئيسية التي تتميز بمرونة هيكلها العظمية لتتحمل الضغط المرتفع في الأعماق، كما أن لديها تركيزات عالية من الهيموجلوبين في الدم فللتكيف مع انخفاض مستويات الأكسجين المنخفضة في الأعماق. طيب بعد ما خلصنا رقم 3 نبدأ نخش على الضغط الإسموزي. قالك الضغط الإسموزي احنا هنتكلم على نوعين من الكائنات، كائنات بتعيش في مية عذبة وكائنات بتعيش في مية مالحة. وفي المية العذبة أنا عندي برضو نوعين من الكائنات، أوليات حيوانية اللي هي كائنات المية العذبة، الأوليات الحيوانية زي الأميبا والبراميسيوم والليفلينا والأسماك الكبيرة. طب نيجي نتكلم على كائنات المية العذبة. بقول لك إن الكائنات دي بتواجه مشكلة كبيرة. طب إيه مستوى المشكلة الكبيرة؟ قال لك إن تركيز الملح في جسمها أعلى من تركيز الملح اللي في المية حواليها. يعني معنى كده يا مستر إن الملح أو إن آسف المية هيتنقل من خارج كائن لداخل الكائن، من الضغط الإسموزي الأقل للضغط الإسموزي الأعلى. طب جميل. قال لك فبيحصل إيه بقى؟ بيدخل المية بكمية كبيرة من الخارج للداخل فالكائن ينفجر. طيب عشان ما ينفجرش يعمل إيه؟ قال لك هو ليه بينفجر الأول؟ قال لك لأن بيدخل الإسموزية، إن المية بتدخل الإسموزية من الضغط الإسموزي المنخفض للضغط الإسموزي المرتفع. يعني معنى كده أنا عمال أدخل لها مية عمال أدخل لها مية عمال أدخل لها مية، فنسبة المية جواها زيادة فهتنفجر. طب عشان ده ما يحصلش يعمل إيه؟ قال لك طب بتتكيف إزاي؟ قال لك بتمتلك فجوة اسمها الفجوة المنقبضة، والفجوة دي اللي هي بالشكل اللي قدام سيادتك ده قال لك بتعمل على تجميع الماء الزائد اللي بيدخل الخلية وتدفعه نحو الغشاء الخلوي لتفريغه خارج الخلية فلا ينفجر. يعني معنى كده ان الكائنات دي بيبقى عندها فجوة منقبضة، الفجوة دي تبدأ تجمع المية وتطردها للخارج. طيب كائنات زي مين يا مستر؟ قال لك كائنات زي الأميبا وزي البراميسيوم وزي اليوجلينا. طيب بعد ما خلصت من الكائنات الدقيقة قال لك تعالى بقى نخش على العديد الخلية زي الأسماك. قال لك الأسماك بتعيش في المياه العذبة فإنها تمتلك كليتان تقعان في تجويف البطن على جانبي العمود الفقري. بص يا مستر ادي الكلية الأولى من الجانب الأيمن، والناحية التانية هلاقي برضو كلية تانية على الجانب الأيسر. طب إيه وظيفة الكليتين؟ قال لك التخلص من الماء الزائد الذي يدخل إلى الجسم خلال الجلد والفم والخياشيم على شكل بول مخفف. البول المخفف يا مستر هو بيكون أقل تركيز للأملاح. طيب جميل جدا يا مستر، يبقى أنا عرفت إن الأسماك اللي بتعيش في المياه العذبة بيكون عندها كليتين على جانبي التجويف البطني اللي هو جانبي العمود الفقري. طيب إن الكليتين دول يا مستر وظيفتهم كمان هم بيتخلصوا من الماء الزائد اللي بيدخل للجسم. طيب بعد ما خلصنا من الجزئية دي قال لك بقى تعالى نخش على المياه المالحة. بص يا مستر المياه المالحة بيكون في ارتفاع ضغط اسموزي للمية، فأنا أقول لك ينتقل الماء من جسمها إلى البيئة المحيطة ذات الملوحة العالية. يعني المية تبدأ تخرج من جسم السمكة لخارج جسم السمكة. طيب قال لك لذلك فبتحتاج إلى ابتلاع كميات كبيرة من المية لتعويض فقدان الماء من جسمها. بتعوض فقدان المية إن هي تبلع مية زيادة. طيب بعد كده قال لك حيث تبتلع الأسماك ماء البحر عالي الملوحة ثم تقوم بإخراج الأملاح الزائدة عن طريق الكليتين وبعض الخلايا المتخصصة في الخياشيم. يعني معنى كده يا مستر إن الخياشيم وإحنا بنراجع أهو ممكن تعتبر كعضو إخراج في أسماك الماء المالح. ده كمان يا مستر بتستخدم كعضو تنفس إن هي بتمتص الأكسجين الزائف في المية. طب جميل جدا. قال لك ومثال على الكلام ده سمك القرش. قال لك حيث تحتفظ أسماك القرش بتركيزات عالية من اليوريا في الدم. عمال يزود يوريا في الدم بتاعه. طب ليه؟ قال لك حتى يزيد التركيز العالي من اليوريا من الضغط الاسموزي للدم. أنا برفع الضغط الاسموزي فيكون متقارب مع الضغط الاسموزي للمية. قال لك ليصبح قريبا من الضغط الاسموزي للمياه المحيطية. طب مستر ده كده وظيفته إيه؟ هيفيده بإيه؟ قال لك فبيقلل فقدان الماء من جسمها إلى البيئة المحيطة ذات الملوحة العالية، فنسبة المية اللي عمال يفقدها تقل. طب جميلة جدا. طيب نخش على رقم 2 من التكيفات وهي التكيفات السلوكية. بص يا مستر تكيف سلوكي بالبلدي كده يعني بغير في سلوكي. فاجي اقول لك التكيفات السلوكية هي تصرفات أو سلوكيات معينة
يقوم بها الكائن الحي لتجنب الظروف القاسية أو لاستغلال الموارد المتاحة. طيب من أمثلة على الكلام ده قال لك هجرة بعض الأسماك مثل سمك السلمون. طيب إيه اللي بيحصل يا مستر؟ اللي بيحصل إن سمك السلمون بيفقس البيض بتاعه في الماء العذب. فجأة أقول لك يفقس بيض السلمون في المياه العذبة حيث يقضي الصغار الفترة الأولى من حياتها. أول فترة من سمك السلمون الصغير بيعيش في المياه العذبة. قال لك وخلال هذه المرحلة تبدأ تتأقلم الصغار مع بيئة المياه العذبة. خلاص السمك اتولد، طلع من البيضة، بدأ يتحرك في المياه العذبة. قال لك ثم عند الوصول إلى حجم معين تمر الأسماك بعملية بيولوجية تعرف باسم التكيف الإسموزي. طيب مستر هو إيه التكيف الإسموزي؟ بقول لك إن التكيف الإسموزي ده هو بيديله قدرة على إن هو يبدأ يغير من وظائف جسمه. يعني معنى كده إن التكيف السلوكي لهجرة السمكة بيكون مطبوع أو بيكون مرافق ليه تكيف فيسيولوجي، تكيف وظيفي. قال لك إن تتيح لها الانتقال إلى المياه المالحة في البحر. طيب فدخلنا عند رقم 3 فيقول لك فيهاجر السمك إلى البحر. يبدأ السمك ده بعد ما عمل تكيف سلوكي أو تكيف اسموزي يبدأ يهاجر للبحر اللي هو المياه المالحة. طيب وعندما يصل سمك السلمون إلى البحر يقضي معظم حياته اللي هي فترة البالغة بتاعته، أطول فترة ممكنة. طيب وعندما يصل السمك السلمون إلى حالة النضج الجنسي، خلاص بقى كبر وعايز يتجوز، قال لك يعود مرة أخرى النهر للقيام بعملية التكاثر، فيبدأ يضع بيض جديد ويبدأ العملية تدور مرة تانية. يعني معنى كده إن سمك السلمون بيتولد في النهر ويبدأ يتنقل للبحر ويبدأ يرجع للنهر مرة تانية عشان يعمل عملية التكاثر. طيب بص يا مستر بيقول لي إيه؟ فقدرة سمك السلمون على الانتقال بين البيئات المختلفة للمياه العذبة والمياه المالحة بتعود إلى قدرته على إحداث تكيفات فسيولوجية معقدة. فعلى سبيل المثال إن هو الجهاز الدوري والجهاز التنفسي بتاعه يقدروا يتكيفوا مع التغير في درجة الملوحة وكمية الأكسجين المختلفة بين المياه العذبة والمياه المالحة. طب جميل جدا يا مستر، خلصنا من تكيف السلوكي في سمك السلمون. قال لك بقى بص على الحيتان، إن من ضمن التكيفات السلوكية برضه هو تواصل الحيتان، حيث إن الحيتان بتصدر أصوات. طب يا مستر بتصدرها ليه؟ ليه بتصدر أصوات؟ قال لك للتواصل بينهما وصيد فرائسهم. هم بيطلعوا الأصوات دي عشان يقدروا يصطادوا الفريسة بتاعتهم أو عشان يقدروا يتواصلوا ويتكلموا مع بعض وكل واحد يسلم على التاني وهزر قوي وأنا شايفك من ورا الشاشة. طيب بص يا عم، بعد ما خلصنا التكيف الفسيولوجي والتكيف السلوكي نبدأ على التكيفات التركيبية. بص يا مستر، تكيف تركيبي هو التغير في تركيب الجسماني للكائن الحي اللي ده يخليها تساعد على البقاء في البيئة بتاعتها. يبقى أنا بغير في تركيب الجسم، إيديا، رجليا، راسي، مناخيري، وداني، كل التغيرات دي. طيب فجأة أقول لك حيث تتميز الأسماك اللي بتعيش في الأعماق السحيقة مثل سمك الجليد ايس فيش أو سمك الجليد بإن بيكون ليها عيون كبيرة. بيكون لها يا مستر عيون كبيرة الحجم. طب ليه؟ قال لك هتتمكن من الرؤية في الظلام لأن هي بتعيش يا مستر على عمق بيصل ل 2000 متر، يعني الظلام دامس. طيب ده كمان بيكون انضغاط الجسم، قال لك لكي تتحمل سمكة الضغط المرتفع جدا في المية. يبقى بص يا مستر، لو أنا بتكلم عن تغير في ضغط الدم ده تغير فيزيولوجي، لو بتكلم عن الجسم الهيكلي المرن المضغوط يبقى انا كده بتكلم عن تغير تركيبي او تغير تشريحي. طيب نيجي للتكيفات التركيبيه العامه للاسماك. بص يا مستر، لو احنا بصينا على السمكه هنلاقي ان بيكون ليها جسم انسيابي يقلل من مقاومه الميه لحركه السمكه، كما ان بيكون ليها قشور ومخاط بيغطي الجسم لكي يكون مضاد للميه وبرضه يقلل من مقاومه الميه لحركه السمكه، كما ان بيكون ليها يا مستر مثانه هوائيه بتساعدها على الطفو في الميه، كما ان يا مستر بيكون ليها خياشيم تساعدها على التمكن من استخلاص الاكسجين، كما ان بيكون ليها زعانف وهي اعضاء الحركه في السمكه. فتلاقي السمكه من دول ماشيه في الميه عمال تقول لك ايه؟ عمويط مخطر مخطر مخطر، ماشيه مش هامها اي حاجه في الدنيا، ما هي سمكه بقى. طيب نيجي للتكيف التركيبي للدولفين. قال لك حيث تكيفات الدولفين بتشمل القدره على العيش تحت الماء كونه من الثدييات. يعني معنى كده يا مستر ان هو من الكائنات التي تلد
ولا تبيض. طب جميل جدا. اعرف ايه تاني؟ قال لك فانها بتمتلك فتحة نفخ علوية للتنفس، وتحسينات في السمع والرؤية، والصيد وجسم انسياب للسباحة، وطبقة دهون تعزل الحرارة. طيب مثل ايه؟ قال لك نمشي حاجة حاجة. شكل انسيابي يا مستر، او شكل الجسم بيكون انسيابي فيقلل من مقاومة المية فيساعده على التحرك بسرعة، كما ان بيكون ليه جلد ناعم بيعزز سرعته وسهولة حركته في المية. طب جميل. الزعانف قال لك بتتحور الأطراف إلى زعانف تمكن الدولفين من التوجيه والحركة بكفاءة في البيئة المائية، كما إن زعنفة الديل عنده بتستخدم لدفع الدولفين عبر الماء بحركة عمودية. طيب اللي بعدها وهو جهاز التنفس. قال لك يا مستر جهاز التنفس بيكون فيه فتحة نفخ اللي هي فتحة التنفس، وبتوجد في أعلى الرأس، ده لتسهيل استنشاق الهواء عند السطح. طيب غلق فتحة النفخ بإحكام، فده بيمنع دخول المية إلى الرئتين بعد كل نفس. آخر حاجة يا مستر بيكون عنده طبقة من الدهن، وده عازل حراري بيحافظ على درجة حرارته في المياه الباردة، ده كمان بيقدر يستخدمه كمخزون للغذاء. وبكده يا مستر يبقى احنا خلصنا الدرس السادس وهو درس التكيفات، ونبدأ ندخل مع بعض على الدرس السابع وهو تأثير غازات الهواء. بص يا مستر بيقول لي ايه؟ بيقول لي تستمر الحياة المائية بما تشمله من نبات وحيوانات بحرية مثل الأسماك وكائنات دقيقة كالبكتيريا والطحالب. طيب ليه؟ قال لك لذلك لاحتواء الأنهار والبحار على مستويات كافية من غاز الأكسجين وغاز ثاني أكسيد الكربون. طب يا مستر بشكل سريع كده نعرف فايدة كل غاز إيه؟ قال لك غاز الأكسجين هو المسؤول عن عملية التنفس، ده كمان المسؤول عن عملية التمثيل الغذائي، إنما عملية أو ثاني أكسيد الكربون هو مسؤول عن عملية التمثيل البنائي الضوئي. طيب بعد ما خلصنا الجزئية دي يبدأ يقول لك إيه؟ ذوبانية الغازات. بص يا مستر وركز معايا عشان إحنا عندنا غلطة في الكتابة هنا معلش. بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن تركيز غاز الأكسجين في الهواء بيكون أعلى من ثاني أكسيد الكربون بحوالي 500 مرة. يعني معنى كده ثاني أكسيد الكربون للأكسجين هيكون 500 أكسجين إلى 1 ثاني أكسيد الكربون. بس الكلام ده فين يا مستر؟ قال لك الكلام ده بيكون في الهواء. طيب بص بقى ذوبانية الغازين في المية. قال لك نشطب على كلمة الهواء الجوي دي ونكتب في الماء، ونشطب على كلمة الهواء الجوي دي غلطة مطبية عندنا ونكتب الماء. فجأة أقول لك حيث إن بيكون ذوبانية غاز الأكسجين في المية أقل من ذوبانية ثاني أكسيد الكربون بحوالي 50 مرة. 50 مرة يعني معنى كده يا مستر إن ثاني أكسيد الكربون للأكسجين هيبقى 50 ثاني أكسيد الكربون 1 أكسجين. إيه ده يا مستر يعني إيه؟ يعني معنى كده إن اللي أكتر في الجو أقل في المية، وإن اللي أقل في الجو ذوبانيته أعلى في المية. طيب فجأة أقول لك لو أنت بقى بتتكلم على مياه محيط ومياه عذبة، بيقول لك إن في المية المالحة الذوبانية بتقل بمعدل من 20 ل 30% عن المياه العذبة. يعني لو كانت نسبتك في المياه العذبة مستر 100%، فهتكون نسبتي في المياه المالحة من 70 لحد 80%. جميل جدا. طيب بعد ما خلصنا ذوبانية الغازات دي قال لك تعالى نتكلم أصلا يعني إيه مستر ذوبانية؟ قال لك الذوبانية هي قدرة المذاب على الذوبان في المذيب لتكوين محلول متجانس عند درجة حرارة وضغط معين. طب جميلة جدا يا مستر. طيب ده كان بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انا ممكن اقول برضو ان الذوبانية هي اقصى كمية مطلوبة من المذاب، اكبر كمية انا محتاجها من المذاب في حجم معين من المذيب لتكوين محلول مشبع. يعني ايه يا مستر محلول مشبع؟ قال لك يعني لا يقبل اضافة المزيد من المذاب، خلاص هو مش هيقبل مذاب تاني. قال لك فيكون محلول مشبع ومستقر عند درجة حرارة وضغط معين. طيب حيث أن الذوبانية بتساوي كتلة الغاز المذاب على حجم المحلول باللتر. قلنا إن مش هيجيب لي عليها مسائل، بس يبدأ يقول لك إيه العوامل اللي بتأثر على الذوبانية؟ مستر الذوبانية بتتأثر بدرجة الحرارة
والضغط وطبيعة المواد الذائبة. طب جميل جدا. قال لك بص بقى، تعالى نعمل مجموعة من العلاقات كده ما بين ذوبانية كل غاز داخل المية، وهنتكلم على ماء بارد وهنتكلم على ماء دافئ. بص يا مستر، لو احنا بصينا هنا على غاز الأكسجين هنلاقي ان الاكسجين كانت ذوبانيته اقل من ثاني اكسيد الكربون. هنا اكسجين اهو O2، وهنا ثاني اكسيد اهو ثاني اكسيد الكربون CO2. لقينا ان الاكسجين كان عند درجه حراره اقل من 20 درجه مئويه او 25 درجه مئويه، هنلاقي ان ثاني اكسيد الكربون هو اللي كان نسبته اعلى وان الاكسجين كانت نسبته اقل. بعد ما عدينا لقينا ان ثاني اكسيد الكربون هو اللي اقل من الاكسجين، فمعنى كده ان الاكسجين بقى اعلى وثاني اكسيد الكربون بقى اقل. ده بعد ما عدينا عند اكبر من 25 درجه مئويه. تيجي يقول لك ايه؟ يجي يقول لك ان بتقل ذوبانيه الغازين في الميه عند درجه حراره اعلى، اللي هي اعلى من 25 درجه مئويه. طيب، حيث بيكون تناقص نسبه غاز ثاني اكسيد الكربون المذاب في الميه اكبر من تناقص نسبه غاز الاكسجين الذائب في الميه. يعني معنى كده يا مستر هما الاثنين هيقلوا بس ثاني اكسيد الكربون هيقل بمعدل اكبر من غاز الاكسجين. طيب، والشكل البياني بيقول لك بيوضح العلاقه ما بينهم، فيقدر بقى نلخص كل الذوبانيه دي والارقام بالاشكال اللي قدام سيادتك. لو كنا بنتكلم في الهواء فبيكون الاكسجين 500 ثاني اكسيد الكربون 1، ولو كنا يا مستر بنتكلم في الميه فبيكون ثاني اكسيد الكربون 50 والاكسجين 1. طيب، لو كنا يا مستر بنتكلم في الماء العذب هلاقي ان الماء العذب نسبته هتكون 100% من اي غاز، والماء المالح هيكون من 70 ل 80% من اي غاز. طيب، اجي اقول لسيادتك لو كنا في الماء الساخن والماء البارد هلاقي ان في الماء البارد بيكون ثاني اكسيد الكربون اعلى من الماء الساخن، ولاقي ان في الماء البارد نسبه الاكسجين اعلى من الماء الساخن. فاجي اقول لك تتناقص ذوبانيه ثاني اكسيد الكربون اقل من تناقص ذوبانيه الاكسجين مع ارتفاع درجه الحراره، انا اسف، اكبر من تناقص ذوبانيه الاكسجين بارتفاع درجه الحراره. طيب، دي سؤال كده بيقول لي ايه؟ اذا كانت ذوبانيه الاكسجين في الماء المالح 10 مللي جرام لكل لتر، فاي خطر ليه بيمثل ذوبانيته في الماء العذب؟ مستر هو في الماء المالح 10 مللي جرام، وال10 مللي جرام لكل لتر، انا اسف، في الميه المالحه بتكون اقل من الميه العذبه. فمعنى كده يا مستر انا لما في الميه العذبه عايز رقم اكبر من 10. فلما اجي ابص في الاختيارات هنا 7 من 10 ما تنفعش، 2.5 ما تنفعش، 3 من 10 ما تنفعش. هنا يا مستر 13 و3 يبقى الاجابه عندي وهي الاجابه د. طب جميل جدا. بعد ما عرفنا ذوبانيه الغازين قال لك تعالى نتكلم بقى عن اهميه كل غاز، ايه مصادره وايه اهميته. نبدا الاول يا مستر بغاز الاكسجين. غاز الاكسجين يا مستر قال لك هو بيتوفر في الميه من خلال عمليتين. ايه هما العمليتين؟ قال لك تبادل الغازات بين الماء والغلاف الجوي اللي هو بيمثل عندي الهواء الجوي. تاني حاجه عمليه البناء الضوئي اللي هو النبات. طيب، قال لك حيث الغلاف الجوي هو المصدر الرئيسي لغاز الاكسجين، كما ان بيذوب الاكسجين بنسبه ضئيله وبتزيد نسبته في الماء نتيجه وجود حركه امواج واضطرابات للميه. طيب، النبات بقى دوره ايه؟ قال لك النبات بيعمل عمليه بناء ضوئي حيث يمتص 6 ثاني اكسيد كربون زائد 12 مول جزيء ميه، ويمتص ضوء الشمس نتيجه لوجود صبغه الكلوروفيل. قال لك فيكون عندك سكر جلوكوز في 6H12O6، ويكون عندي 6 جزيئات ميه الزائده، ويطلع عندي 6 اكسجين وهو غاز الاكسجين اللي انا محتاجه لعمليه التنفس. طيب، بعد ما خلصنا من الجزئيه دي يبدا بيقول لك ايه؟ اهميه حدوث هذه العمليات في الميه، حيث توفر هذه العمليات غاز الاكسجين المذاب الضروري للبقاء على قيد الحياه، سواء كان طحالب او كان كائنات اوليه او كانت اسماك بتحتاج الاكسجين. طيب، ايه تاثير زياده يا مستر غاز الاكسجين؟ قال لك بص، اول حاجه ان هو بيعزز التنفس، بيزود معدل التنفس، حيث تعتمد الكائنات المائيه في عمليه التنفس على الاكسجين المذاب في الميه.
وتؤدي زيادة كمية الأكسجين إلى تحسين القدرة على التنفس، هتنفس أحسن. ده كمان يا مستر بيحسن التمثيل الغذائي اللي هو عملية الأيض، حيث يمكن للمستويات العليا من الأكسجين أن تساعد الكائنات المائية على تدعيم عمليات التمثيل الغذائي اللي هو عملية الأيض، فبالتالي بقى عندي طاقة فبيعزز عملية النمو. ده يا مستر مش بس كده، ده بيقول لك إن هو كمان بيزود لي النشاط، حيث أن المستويات الكافية من الأكسجين بتحفز الكائنات للمزيد من النشاط سواء في السباحة أو في صيد الفرائس أو في عملية التكاثر، يبقى أنا بزود معدل نشاطي. كمان إن هو بيحافظ على التوازن البيئي. طب ليه؟ قال لك لأنه يعدل التوازن الصحي للأكسجين أمر بالغ الأهمية للحفاظ على نظام بيئي مائي مستقر من خلال دعم المجموعات زي النباتات واللافقاريات والأسماك. فأنا كده بعمل تنوع بيولوجي. طيب بص السؤال اللي كده بيقول لك إيه؟ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. الشكل المكون يمثل الحوض به سمك يضخ فيه أحد غازات الهواء لمدة طويلة فلوحظ المزيد من النشاط. خلاص يا مستر مش عايز تكمل، أنا لما ضفت الغاز النشاط زاد، يبقى ده مستر غاز الأكسجين، والإجابة عندي هي الإجابة ألف. طيب بعد ما خلصنا الأكسجين قال لك تعالى نبص على ثاني أكسيد الكربون بقى. ثاني أكسيد الكربون يا مستر قال لك هو بيتوفر من تبادل الغازات ما بين الغلاف المائي والغلاف الجوي. يعني برضه يا مستر الغلاف الجوي هو المصدر الرئيسي لثاني أكسيد الكربون. ده كمان يا مستر هو بينتج نتيجة عملية التنفس الخلوي، حيث ان الكائن الحي بيبدأ يمتص اكسجين ويخرج مكانه ثاني اكسيد كربون. طيب كمان انه يا مستر بينتج نتيجة الأنشطة البشرية مثل التلوث الصناعي وتحلل المواد العضوية لتحميلها مياه الصرف الزراعي. طب جميل جدا. بعد ما خلصنا ده قال لك تعالى نشوف أثر زيادته، وأول حاجة عندي هو التحمض. بص يا مستر، ثاني أكسيد الكربون ده من الغازات الحامضية، بس هو مستر حمض ضعيف، غازات حامضية ضعيفة. فاجي أقول لك لما بيدوب في المية يبدأ يتفاعل مع المية اللي هي H2O، يبدأ يتحول عند الحمض اسمه حمض الكربونيك H2CO3 حمض الكربونيك. فاجي اقول لك ارتفاع مستويات غاز ثاني اكسيد الكربون يؤدي الى ذوبان غاز ثاني اكسيد الكربون في الميه التركيز اكبر. قال لك مما يزيد من تركيز حمض الكربونيك H2CO3. قال لك مما يؤدي الى انخفاض قيمه البي اتش، فقيمه البي اتش تصبح اقل من 7، فبيخلي الميه حامضيه. فاجي اقول لسيادتك ان انخفاض قيمه البي اتش نتيجة تكون الأحماض كحمض الكربونيك الناتج عن ذوبان ثاني أكسيد الكربون في المية. طب بص بقى بيقول لك إيه؟ بيقول لك ويمكن أن يكون هذا التحمض ضارا للعديد من أنواع الكائنات المائية، خاصة اللي بتعيش في مرحلة حساسة مثل مرحلة البيض أو مرحلة اليرقات اللي هي أضعف كائنات فيها. طيب خلصنا من أول حاجة وهي التحمض، نخش على رقم 2 اللي هو ضعف التنفس. طيب مستر ليه؟ قال لك ما هو لما ثاني اكسيد الكربون هيزيد ده يروح جاي مقلل عندي غاز الاكسجين، حيث يمكن ان تؤدي المستويات العليا من ثاني اكسيد الكربون الى انخفاض نسبة الاكسجين المضاف في المية، مما يعوق عملية التنفس الكائنات المائية، يمنع تنفسها. طيب رقم 3 قال لك رقم 3 وهي ضعف الدعامة او بسميها باسم نقص التكلس. طيب مستر هو اصلا يعني ايه تكلس؟ قال لك دي العمليه اللي بتعتمدها العديد من الكائنات البحريه لتكوين اصدافها وهياكلها العظميه، سواء كانت من كربونات الكالسيوم الشحيحه الذوبان فين؟ في الميه. في مستر بعض الكائنات برضه بتكونها من ماده فوسفات الكالسيوم بالاضافه الى البروتين والكولاجين. طيب بص بيقول لك ايه؟ تعتمد العديد من الكائنات البحريه كالمرجان والرخويات بعض انواع العوالق على كربونات الكالسيوم اللي بتكون شحيحة الذوبان في الميه، فبالتالي الهيكل بتاعها يقدر يتعايش مع الميه. طب بص بقى بيقول لي ايه؟ وتؤدي زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون إلى تحويل كربونات الكالسيوم من شحيحة الذوبان في الميه إلى بيكربونات كالسيوم من كربونات كالسيوم رمزها CaCO3
الى بيكربونات كالسيوم رمزها CaHCO3 باي 2. دي ماده يا مستر غير ذائبه في الميه، ودي ماده ذائبه في الميه. قال لك فبالتالي يعوق قدره هذا الكائن على بناء هيكلها او الحفاظ عليه، فبالتالي هيكون الهيكل بتاعها ضعيف فيؤدي الى عدم تحملها الضغط المرتفع. وكده يبقى احنا خلصنا اثر الزياده. تعال نتكلم على اثر النقصان. بص يا مستر، اثر النقصان، قصدي انا اسف، اثر النقصان ان انا ما بيكونش عندي ضعف التنفس، انا بيكون عندي ضعف التمثيل الضوئي. واستحملني معلش عشان الغلطات المطبعيه دي. طيب في التمثيل الضوئي يا مستر ايه اللي بيحصل؟ قال لك انخفاض توافر ثاني اكسيد الكربون بيؤدي الى الحد من قدره النبات والطحالب على انتاج الطاقه. ان انا بيقل معدل البناء الضوئي بتاعي اهو بين قوسين، يقل معدل البناء الضوئي. طب جميل. قالوا لما يقل معدل البناء الضوئي فبالتالي بيؤثر على انتاجيه الاجماليه النظام البيئي المائي، يعني بيقل معدل الغذاء، الطاقه اللي احنا بننتجها. طيب ده رقم واحد. رقم اتنين الا هو التاثير على السلاسل الغذائيه. بص يا مستر، مش انت بتقول ان نسبه الغذاء بتاعتها هتقل؟ قال لك حيث يمكن ان يؤثر التغير في ثاني اكسيد الكربون في الماء على الكائنات المنتجه مثل العوالق النباتيه والطحالب، وبالتالي التاثير على الكائنات اللي في المستويات الاعلى اللي هي الاسماك الصغيره والاسماك الكبيره والاسماك المفترسه. طيب رقم 3 هو خلل في التوازن الهيدروجيني. مستر انت لما ثاني اكسيد الكربون يقل ده يروح جاي مزود قيمه البي اتش تخليها اكبر من 7، فبالتالي التركيزات المنخفضه لثاني اكسيد الكربون يؤدي الى زياده في رقم الهيدروجيني، حيث يؤثر على انواع الحساسه تتكيف مع المدى المعين من الرقم الهيدروجيني زيها زي الحامضيه. يبقى الميه ولا ينفع تكون حامضيه ولا ينفع تكون قاعديه بطريقه كبيره. طيب بص يا مستر، بعد ما خلصنا الدرس السابع نبدا نخش مع بعض على الدرس الثامن وهو درس الاشعاع الشمسي وتاثير الضوء. بص يا مستر بيقول لي ايه؟ هو بيقول لي ان الاشعاع الشمسي هو عباره عن الطاقه الصادره من الشمس، ويمثل المصدر الرئيسي للطاقه في معظم العمليات اللي بتتم في الغلاف الجوي او الغلاف المائي والمحيط الحيوي. يعني معنى كده ان هي المصدر الاساسي للطاقه. طيب بيقول لك ويمكن تحويل الاشعاع الشمسي لاشكال اخرى من الطاقه زي الطاقه الحراريه والطاقه الكهربائيه باستخدام اجهزه مناسبه او تقنيات مناسبه. كمان بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان بينتقل الاشعاع على هيئه موجات كهرومغناطيسيه، حيث يمثل الضوء المرئي اللي احنا بنشوفه هو جزء صغير من الطيف الكهرومغناطيسي، وتختلف الموجات الكهرومغناطيسيه في كل من الطول الموجي لامدا والتردد نيو. طيب هو لما جه قسم لنا الطيف قال لك قسمه لايه؟ قال لك قسمه مستر لحاجه اسمها موجات الراديو، واللي دي بتكون عندي اكبر طول موجي، وفي نفس الوقت طالما اكبر طول موجي هي بتكون اقل تردد. طب جميل جدا. بعد كده بيجي بعدها الموجات الصغيرة او الموجات الميكرومترية، بعد كده بيجي تحتها الاشعة التحت حمراء، بعد كده بيجي جزء الضوء المرئي اهو اللي انا مظلله، بعد كده بيجي اشعة فوق بنفسجية، كده اشعة سينية، اشعة جاما. واشعة جاما بتكون عندي اقل طول موجي وفي نفس الوقت يا مستر بتكون اكبر تردد. يبقى تاني يا مستر، راديو، مايكرومترية، تحت حمراء، ضوء مرئي، فوق بنفسجية، اشعة سينية، واشعة جاما. طيب لما جم حلل الضوء المرئي اتقسم ل7 الوان، الا وهو الاحمر والبرتقالي والاصفر والاخضر والازرق والنيلي والبنفسجي، حيث ان الاحمر طول الموجي بيكون بيساوي 700 نانومتر، وده يا مستر عندي بيمثل اكبر طول موجي للضوء المرئي، وفي نفس الوقت هو يا مستر اقل تردد واقل طاقة فوتون. طيب البنفسجي يا مستر بقى طول الموجي 400، وده بيمثل عندي يا مستر اقل طول موجي، وفي نفس الوقت يا مستر هو بيكون اكبر تردد
واكبر طاقة فوتون. طيب بعد ما خلصنا من الجزئية دي قال لك نبدأ نخش على الجزئية اللي بعدها وهو انتشار الإشعاع. بص يا مستر، هو بيقول لك إن جزء من الأشعة ده هينعكس على السطح، عكس التد بره اهو، وإن كمية الطاقة المنعكسة تعتمد على الزاوية اللي بيسقط عليها، حيث لو كان عمودية بتكون المنعكسة صغيرة ولو كان مائلة بتكون المنعكسة كبيرة. باقي الأشعة بقى قال لك بتنتقل وتنتشر داخلها، وأثناء انتشارها يبدأ يمتص المية جزء منها ويشتت الجزء التاني. فقسمنا المية ل3 مناطق، ألا وهي منطقة مضاءة سطحية، ومنطقة شفقية الوسط، ومنطقة المظلمة الأعماق. أنا كل ما هنزل لتحت يا مستر بتقل شدة الضوء. طيب فمعنى كده إن المنطقة المضيئة هي اللي بيصل إليها كمية من الضوء كافية، كمية كافية من الضوء لدعم عملية التمثيل والبناء الضوئي. فمعنى كده بيتوافر بها النباتات والطحالب، قال لك عشان هيكون فيها كمية كافية من الضوء. طيب دي المنطقة الأولى. المنطقة الثانية قال لك وهي المنطقة الشفقية أو الوسط، دي بيوصل لها ضوء بس ضوء قليل، فقال لك بيصل إليها أقل من الضوء لا تكفي لعملية التمثيل البناء الضوئي، كمية ضوء قليل. طيب يعني معنى كده مش هيحصل فيها بناء ضوئي. طيب المنطقة الثالثة أو المنطقة المظلمة أو أقول عليها منطقة الأعماق، هي دي منطقة يا مستر لا يصل إليها، يعني مش هيوصل لها أي ضوء، هي منطقة مظلمة وبالتالي بتكون مظلمة تماما. طيب بعد ما خلصنا ال3 مناطق قال لك بقى تعالى نشوف نسبة الانتشار. مبدئيا كده يا مستر على عمق 10 سنتيمتر من المية بيتم امتصاص الأشعة تحت حمراء كلها، يعني الأشعة تحت حمراء دي بتمتص تماما عند 10 سنتيمتر. طيب أقول لك بقى لو أنا كنت عند 10 متر فالمية بيمتص حوالي 50% من سطح المية، أو من نسبة الضوء أنا آسف، وبتفضل 50%. كل ما هنزل الاقي ان نسبة الامتصاص عندي بتزيد لحد ما اوصل لقيمة 100%، او انا اسف 100 متر، فالاقيه بيمتص حوالي 99% من الطاقة، وبيفضل يتبقى 1%، وده المعظم بيكون في اللون الازرق. عشان كده هو قسمنا المية لمنطقتين. فبيقول لي ايه؟ بيقول لي ان بيعتمد اطوالها الموجية، حيث يمتص المياه الاطوال الموجية الاطول اولا زي الالوان الدفيئة زي الاحمر والبرتقالي والاصفر، دي اول حاجة بنمتصها. وبنقف عند الضوء الاخضر، عشان كده المياه الساحلية بتميل باللون الاخضر لان امتصت الاطوال الموجية الطويلة. طيب لما اجي بقى اكمل قال لك فبيكون امتصاص الاطوال الموجية القصيرة مثل اللون الازرق والبنفسجي، عشان كده مياه المحيط بتبدو باللون الازرق. طيب يبقى لو بتكلم على مياه ساحليه لونها اخضر، لو بتكلم على مياه محيط بيكون لونها ازرق. طيب بعد ما خلصنا الجزئيه دي قال لك بيقول لك ايه؟ بيقول لك توجد الكائنات الحيه ذاتيه التغذيه مثل النباتات المائيه والطحالب والهائمات النباتيه بكثره في الطبقات السطحيه للميه. ليه؟ قال لك حيث تحتاج الضوء لإتمام عملية البناء الضوئي يا مستر، هي عشان تعمل عملية بناء ضوئي، فبالتالي تتحول الطاقة الضوئية أو الشمسية لطاقة كيميائية وتستخدم لإنتاج المواد اللازمة للنمو، وغالبا ما بتوجد على حتى عمق 100 متر، يعني ده أقصى عمق ليها، وتقترب من السطح أكثر في المياه العكرة اللي هي المياه الضحلة. طيب هنا سؤال بيقول لي إيه؟ بيقول لي عند مرور الإشعاع الشمسي خلال مياه محيط أي الأطوال الموجية تمتص تماما في الماء؟ أولا يا مستر، أولا يبقى أنا بتكلم كده على أكبر طول موجي، وهو هنا محددليش أضواء مرئية، يبقى معنى كده يا مستر هختار أطول موجي، يعني 1000 ولا 600 ولا 500 ولا 400، يبقى الإجابة عندي 1000 لأن هو أكبر طول موجي. طيب تعال نتكلم بقى على الإشعاع الشمسي وتأثيره. قلنا إن هو بيأثر على عملية البناء الضوئي، ده كمان بيأثر على درجة حرارة المية، فبيخلي ليه دور في توزيع الكائنات وتوزيع الحرارة وتأثير على درجات الحرارة المختلفة، وكمان بيأثر على التيارات المائية.
فجواب لسيادتك رقم 1 دوره في توزيع الكائنات البحرية. حيث أنا عندي يا مستر طبقات سطحية ومنطقة مياه دافئة ضحل. الإشعاع الشمسي في الطبقات السطحية بيكون متوفر بكميات كبيرة، في المياه الضحلة بيكون متوفر على مدار السنة. طيب فبالتالي إن بيخسر فيها في المناطق السطحية الطبقات السطحية دي عملية البناء الضوئي بشكل كبير اللي هي الكائنات المنتجة. إنما المياه الضحلة ده بيحفز نمو نوع من الطحالب اسمها الطحالب التكافلية، اللي بتعيش داخل أنسجة المرجان أو الشعب المرجانية، واللي بتزوده بالغذاء مما يعمل على ازدهاره. طيب لو أنا بقى بتكلم على الطحالب التكافلية دي أو التطلقات التكافلية، قال لك إن الشعب المرجانية هتوفر الحماية وغاز ثاني أكسيد الكربون والعناصر المعدنية زي النيتروجين والفوسفور اللي الطحالب محتاجاها. إنما مستر الطحالب قال لك الطحالب بتوفر غاز الأكسجين كما بتزودها بالغذاء، فبالتالي أنا بستنفع وأنت بتستنفع، اسمها علاقة تكافلية. طيب بعد ما خلصنا من الجزئية دي قال لك تعال نخش على ثانيا، هو تأثير الإشعاع الشمسي على درجات حرارة المية. حيث هو قسمنا المية لمنطقتين، ليه؟ مناطق بحرية استوائية، صغر بس شوية كده، ومناطق بحرية بعيدة عن خط الاستواء اللي هي بتمثل عندي القطبين. في المناطق البحرية الاستوائية مستر بيكون الإشعاع الشمسي متوفر على مدار العام، في غير المناطق البحرية بعيدة عن خط الاستواء غير متوفر، فبالتالي بتكون الاستوائية مياه دافئة والبعيد عن خط الاستواء مياه باردة، فده بيؤدي إلى تواجد أنواع مختلفة من الأسماك. فلو كنت في المنطقة الاستوائية بلاقي عندي سمك زي سمك البراكودا وسمك التونة. إنما مستر لو كنت في المنطقة زي المناطق اللي بعيدة عن خط الاستواء بلاقي فيها سمك زي سمك القد. يبقى سمك القد بيعيش في المياه الباردة، وسمك البراكودا والتونة بيعيش في المياه الاستوائية الدفيئة. طيب يقول لي أي الكائنات الحية التالية تعتبر أساس لاستمرار الحياة؟ مستر أساس استمرار الحياة أنا كده بتكلم على كائن منتج، والكائن المنتج يا مستر هي عندك النبات وعندك الطحالب وعندك الهائمات النباتية. فلما ابص يا مستر في الاختيارات عندي هلاقي الإجابة عندي وهي ألف، الهائمات النباتية والطحالب. طيب نخش على ثالث تأثير، هو التأثير في شدة الإشعاع، وهنا هنتكلم في منطقتين، منطقة قطبية شتاء واحتباس حراري. تعال بس نتكلم في المنطقة القطبية. حاسب بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن بيكون الإشعاع منخفضا أو معدولا خلال فترات الشتاء، فبالتالي بيقل معدل التمثيل الضوئي بشكل كبير. فلما بيقل معدل التمثيل الضوئي بتقل الإنتاجية، فتنخفض أعداد الكائنات اللي بتعتمد على التمثيل الضوئي. ده مش بس كده، ده كمان بيأثر على توافر الغذاء للكائنات البحرية، فبالتالي تتأثر السلسلة الغذائية بالكامل. يعني معنى كده يا مستر إن بينخفض أعداد الكائنات عموما خلال فصل الشتاء عند القطبين، ده لعدم توافر كمية كافية من الضوء. طب الاحتباس الحراري بقى قال لك حيث تؤدي لارتفاع درجات حرارة المية إلى موت الشعب المرجانية اللي هي تقدرش تتحمل درجات الحرارة العالية، فبالتالي يؤثر بشكل كبير على الكائنات البحرية اللي بتعتمد عليها. وكده يبقى احنا خلصنا التأثير الثالث، ونخش على التأثير الرابع والأخير، هو تأثيرها على التيارات المحيطية. حيث يقول لك أن يساهم الإشعاع الشمسي في تشكيل التيارات المحيطية التي تلعب دور في توزيع الحرارة والعناصر الغذائية. قال لك مما يجعل بعض المناطق غنية بالموارد الغذائية، كما أن ذلك بيؤثر على توزيع الحياة البحرية. ومن ضمن التيارات دي تيار اسمه تيار الخليج، جولف ستريم. ايه مثلا تيار الخليج ده؟ قال لك هو احد التيارات المحيطيه اللي بيحمل مياه دافئ، يعني هو تيار دافئ، حيث تميز بقله كثافته. ما ينتقل من خط الاستواء يبدا يتحرك من خط الاستواء لشمال المحيط الاطلسي. طب جميل جدا. قال لك مما يؤدي الى اعتدال المناخ في مناطق اوروبا الغربيه. يبقى هو بيتحرك من عند خط الاستواء رايح لشمال المحيط الأطلسي باتجاه أوروبا الغربية، فبالتالي ذلك يعزز تنوع البحار البحرية بها، فده بيحافظ على اعتدال المناخ وتنوع الكائنات البحرية. في سؤال يقول لي إيه؟ في البيئة البحرية أي من ملي
قد لا يتأثر. بص يا مستر، انت بتقولي لا يتأثر، فاحنا عارفين ان لا يتأثر هنا هي كائنات الأعماق. ليه بقى يا مستر؟ قال لك لأن الأعماق دي لا يصل إليها أي ضوء، فبالتالي هي مش هتتأثر. يبقى معنى كده يا مستر هو نشاط أسماك الأعماق، لأن ده ما بيتأثرش بالضوء، لأن هو أصلا ما بيوصلوش ضوء. وكده يا صديقي يبقى احنا خلصنا مع بعض الدرس الثامن، ونبدأ لبداية الدرس التاسع. أنا في الدرس التاسع ده بتكلم فيه عن حاجة اسمها الموائع وضغطها. أنا الموائع عندي نوعين، يا إما تكون غازات ودي قابلة للانضغاط، يا إما تكون سوائل ودي غير قابلة للانضغاط. ليه يا مستر؟ قال لك لأن الغازات بيكون ليس لها حجم ثابت، إنما يا مستر السوائل دي بيكون لها حجم ثابت. فبالتالي اللي ليه حجم ثابت بيكون غير قابل للانضغاط، واللي ملوش حجم ثابت بيكون قابل للانضغاط. فسمينا الاتنين دول الغازات والسوائل باسم الموائع. فاجي اقول لك يعني ايه موائع؟ هي المواد اللي بتتميز بقدرتها على الانسياب، يعني ليها قدرة على الحركة، وبتشمل المواد السائلة والمواد الغازية. وراح جاي مرة واحدة مدخلني على الضغط، فبيقول لي ايه؟ بيقول لي ان لا يستطيع الانسان الغوص في اعماق البحار بدون اجهزة تساعده على التنفس وتحمل الضغط الهائل الواقع عليه داخل المية، وده بينتج عن وجود ضغط سائل وضغط جوي. ان هو كده بيتعرض لضغطين، ضغط السائل والضغط الجوي. طب تعال نشرح كل حاجة لوحدها. ايه يا مستر ضغط السائل عند نقطة في باطنه؟ بيقول لك يوجد للسائل ضغط عند اي نقطة في باطنه، وده بيمثل وزن عمود السائل الذي يعلو تلك النقطة، يعني وزن عمود المية اللي فوق النقطة دي، والمؤثر على وحدة المساحات حول تلك النقطة، حيث ان عند وجود سائل كثافته رو في إناء كما بالشكل المقابل، فإن الضغط هنا هيساوي ايه؟ قال لك مش هو على ارتفاع معين؟ نرى قال لك يبقى الارتفاع ده اسمه اتش اللي هو العمق، وبيأثر على وزن معين، وبيأثر على قوة جذب، قوة جاذبية أرضية، وليه كثافة. فمعنى كده إن الضغط البي بتساوي الرو في الجي في الاتش، اللي هي الكثافة في عجلة الجاذبية في العمق، حيث أن عجلة الجاذبية بتمثل بمتر لكل ثانية تربيع، وبتساوي 10 متر لكل ثانية تربيع، ده المتوسط القيمة بتاعتها. وإن الضغط بنقيسه بوحدة نيوتن لكل متر مربع أو بوحدة الباسكال. طب جميل جدا، حيث إن نيوتن لكل متر مربع ده هو اللي بيساوي يا مستر وحدة الباسكال. طيب ده الضغط. قال لك يا مستر طب الضغط ده مش بيؤثر على السطح بتاعه وعلى سطح القاع؟ يعني معنى كده ليه قوة ضاغطة. طالما في ضغط يبقى ليه قوة ضاغطة. ايه القوة الضاغطة؟ قال لك هي القوة الناتجة عن ضغط السائل والمؤثرة على سطح مساحته، وموضوع عند تلك النقطة بتكون دائما عموديا على السطح. يعني معنى كده يا مستر ان القوة الاف بتساوي البي في الاي، حيث ان البي ده بيمثل الضغط، وان الاي دي بتمثل المساحة. فانا ممكن اقول كده ان الضغط يا مستر بيساوي الاف القوة على ايه؟ وحدة المساحات. فكده بقى عندي مستر قانونين، يا اما اقول ان البي بتساوي الرو في الجي في الاتش، يا اما اقول ان البي بتساوي اف على ايه. طب بس بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه العوامل المؤثرة بتوقف عليها ضغط السائل؟ قال لك اول حاجة عجلة الجاذبية، حيث ان دي قيمة علاقة طردية، كل ما عجلة الجاذبية بيزيد كل ما ضغط السائل بيزيد. تاني حاجة يا مستر كثافة السائل، ودي برضو علاقة طردية، كل ما كثافة السائل بتزيد كل ما الضغط بيزيد. آخر حاجة يا مستر وهي العمق، إن كل ما العمق يا مستر بيزيد قال لك الضغط بيزيد، يعني بينهم علاقة طردية. طيب بعد ما خلصت العوامل المؤثرة قال لك تعالى بقى بص بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن الضغط الجوي ده هيحيط الأرض بغلاف جوي يتكون من خليط من الغازات، ونحن نعيش في هذا قاع هذا الغلاف الجوي، ويسبب وزن هذه الغازات المؤثر على وحدة المساحات من سطح الأرض ضغط يطلق عليه الضغط الجوي، بنرمز له بالرمز BA، وده بيساوي 1 ضغط جوي اللي هي 1
و13 في 10 أس 5 نيوتن لكل متر مربع. بس الكلام ده فين يا مستر؟ قال لك الكلام ده لو هو كان موجود عند سطح البحر. طيب حاجة بيقول لي إن ضغط الجو ده هو وزن عمود من الهواء، مساحة مقطعه هي وحدة المساحات اللي هي 1 متر مربع، وارتفاعه من تلك النقطة حتى نهاية الغلاف الجوي. حاسب بيقول لي إيه؟ بيقول لي إن قيمة الضغط الجوي عند سطح البحر وعند درجة حرارة 0 بتساوي 1.13 في 10 أس 5 نيوتن لكل متر مربع، اللي احنا بنقول عليها واحد ضغط جوي ATM. طيب وقال لك يعني معنى كده إن الغطاس اللي بيعوم في الماء ده هو بيتعرض لضغطين، ضغط السائل والضغط الجوي. فعمل القانون بيقول لك إيه؟ إن البي الكلية بتساوي البي اي الضغط الجوي زائد الرو في الجي في الاتش اللي هي بي ليكويد ضغط السائل. طيب فبدأ يقول لك ايه؟ بدأ يقول لك ان احنا بنقيس الضغط بثلاث وحدات، يا اما بالباسكال او نيوتن لكل متر مربع، يا اما بالبار، يا اما بالضغط الجوي، حيث ان الواحد و13 من ألف بار بتساوي واحد ضغط جوي بتساوي 1.13 في 10 أس 5 نيوتن لكل متر مربع. طب جميل جدا. بص بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لي ان بيؤثر الضغط عند نقطة في باطن سائل في جميع الاتجاهات بالتساوي. يعني انا بتأثر في كل الاتجاهات. يعني مثلا لو انا كنت واقف مثلا عند العمق ده، فانا بتحرك من كل الاتجاهات بنفس الضغط. يبقى الضغط بيأثر في جميع الاتجاهات. فبيقول لي ايه؟ ان الضغط بيزيد تقريبا بواحد ضغط جوي لكل 10 امتار اسفل السطح. يعني مثلا لو احنا قلنا ده سطح الميه اهو، عند السطح هنا الضغط بيساوي واحد ضغط جوي، عشان ده بيكون البي اي بس، الضغط الجوي بس. طب انا نزلت بقى يا مستر، بقيت على عمق 10 متر. قال لك انت عندك هنا ضغطين، ضغط جوي وضغط السائل. طب ضغط السائل لكل 10 متر بواحد، والضغط الجوي برضه بواحد، يبقى معنى كده ان البي التوتال كله هيساوي 2 ضغط جوي. طيب يعني معنى كده يا مستر انا لو على عمق 100 متر انا كده بتعرض ل 10 امثال الضغط الجوي. طيب يبقى انا كده بتعرض لمستر ل 11 مره فوق الضغط الجوي. ليه بقى؟ قال لك لان الضغط الجوي هيكون واحد، والضغط السائل انا عندي 10 امثال، يعني 10 يبقى كله على بعضه بيساوي 11 مره. طيب جميل جدا. بعد ما خلصنا الجزئيه دي راح جاي قايل لك ايه؟ نبدا مع بعض كده الاسئله بتاعتنا. بيقول لك ايه؟ احسب الضغط الكلي. يعني هو مستر عايز يحسب البي توتال الواقع على جسم سمكه على عمق 10 متر، يبقى ده الاتش يا مستر، من سطح بحيره اذا علمت ان كثافه الميه يبقى دي الرو 1000 كيلو جرام لكل متر مكعب، وعجله الجاذبيه اللي هي الجي 10 متر لكل ثانيه تربيع، والضغط الجوي البي اي بيساوي 1.13 من 1000 في 10 أس 5 نيوتن لكل متر مربع. طيب مستر انت عايز تحسب البي توتال، فالبي توتال بيساوي ضغط الجوي زائد ضغط الميه. الضغط الجوي معايا اهو، ناقص لي ضغط الميه اللي بيساوي الرو الكثافه في الجي عجله الجاذبيه في الاتش. اعوض يا مستر، الضغط الجوي ينزل زي ما هو 1.13 من 1000 في 10 أس 5. الرو نازله ب 1000، الجي نازله ب 10، الاتش نازله ب 10، واضرب كله يطلع بيساوي 2.13 من 1000 في 10 أس 5 نيوتن لكل متر مربع، او ممكن نقول عليها باسكال. طيب بعد ما خلصنا السؤال رقم 1 نخش على السؤال رقم 2. بيقول لي حوض سمك على شكل متوازي المستطيلات مساحة قاعدته 1000 سنتيمتر مربع. بص يا مستر احنا ما بنشتغلش بالسنتيمتر، احنا بنشتغل بالمتر. فبضرب في 10 أس سالب 4 عشان احول من سنتيمتر مربع لحد متر مربع، انا بضرب في 10 أس سالب 4. طيب والوزن بتاعي يا مستر اللي هو الاف بيساوي 4000. فلما اجي اعوض انا عارف ان البي بتساوي اف على ايه؟ الاف ب 4000،
الايه 1000 في 10 أس -4 يطلع بيساوي 4 في 10 أس 4 نيوتن لكل متر مربع، اللي هي يا مستر بتساوي 40,000 نيوتن لكل متر مربع. طب جميل جدا. بيقول لك زجاجة مملوءة حتى حفتها بالمية، تمام، ومغلقة، يعني معنى كده يا مستر إن مفيش ضغط جوي. الارتفاع بيها 2/10 متر يبقى ده اتش، والكثافة يا مستر الرو، وعجلة الجاذبية الجي، فكم يكون الضغط المؤثر؟ معنى كده يا مستر إن البي هتساوي الرو في الجي في الاتش. الرو ب1000، الجي ب10، الاتش ب2/10 يطلع بيساوي 2000 نيوتن لكل متر مربع. طب السؤال اللي بعده بيقول لك اختر من الشكل المقابل يكون الضغط الكلي على السمكة رقم ايه؟ بص يا مستر، هو الضغط عند نقطة معينة في جميع الاتجاهات ثابت. طيب هو هنا العمق بتاعي 6 متر، وانا بقول ان البي توتال بتساوي البي اي زائد الرو في الجي في الاتش. البي اي هتنزل زي ما هي يا مستر زائد، انا مش مديك الرو فهتنزل زي ما هي رو، مش مديك الجي هتنزل زي ما هي جي، بس مديك الاتش ب6 يبقى زائد 6 رو في جي اتش، يبقى الاجابه عندي وهي جيم. طيب جميل جدا. بعد ما خلصنا السؤال ده بيقول لك ايه؟ في المثال رقم 5 بيقول لي اختر من الشكل البياني المقابل يمثل علاقه بين الضغط الكلي بي توتال وما بين العمق عند نقطه معينه. طيب هو بيقول لي قيمه الضغط الجوي. بص يا مستر، قيمه الضغط الجوي يعني معنى كده ان البي توتال بيساوي الضغط الجوي بس. طيب هو يا مستر الكلام ده بيكون عند عمق 0، فانا لو هنا واقف عند عمق 0 هلاقي ان الضغط الجوي اكبر ما يمكن اللي هو 10 أس 5، فتبقى الاجابه عندي هي 1000. طيب ده السؤال الاول. السؤال التاني بيقول ايه؟ اوجد كثافه ماء البحيره بتساوي. مستر انا هاخد عمق معين، وليكن مثلا هاخد عند عمق 20، كان الضغط الكلي 3. طيب بص يا مستر بقى، انا عايز احسب الجي الرو، فالرو بتساوي البي على الجي في اتش ناقص البي اي. فلما اجي اعوض بقى البي احنا كان قيمته هنا 3 على الجي 10 في الاتش 20 ناقص البي اي اللي هو 10 أس 5. فلما ابص في الاختيارات هلاقي الإجابة عندي بتساوي 1000 كيلو جرام لكل متر مكعب. ده غير كده كده أصلا يا مستر إن كثافة الماء بتساوي 1000 كيلو جرام لكل متر مكعب. طيب بعد ما خلصنا الكلام ده كله قال لك إيه؟ قال لك بقى تعالى نشوف تأثير الضغط على الكائنات البحرية. فاجي أقول لك من الكائنات اللي بتساعد، أو قصدي من الأعضاء اللي بتساعد الكائنات إن هي تتعايش في الضغط العالي، قال لك المثانة الهوائية، حيث المثانة الهوائية في بعض الكائنات هي عضو موجود في بعض الأسماك، ويمكن أن يمتلئ بالغازات ليسمح لها بتنظيم الطفو في المية. ده مش بس كده، ده بيقول لي مما يسمح لها بالصعود أو الهبوط في المية عن طريق تغيير حجم المثانة الهوائية، وبالتالي يمكن تصنيف الكائنات المائية حسب العمق إلى، قال لك احنا هنقسمها ل3 كائنات: أعماق سطحية ودي بتعوش بالقرب من سطح المية، فبنيتها الجسدية بتكون أقل قوة مقارنة بالكائنات اللي بتعيش في الأعماق، كما إنها بتواجه ضغط مائي منخفض مثل سمك زي سمك السردين، فبتكون المثانة الهوائية هنا مملوءة بالهواء. طيب نخش على الكائنات اللي بتعيش في الأعماق المتوسطة. قال لك ده بتعيش على عمق كبير من السطح من 200 حتى 1000 متر. طيب
وعلى سبيل المثال بعض الأسماك بتستخدم مسات هلوية للتحكم في العمق اللي بتسبح عنده، أو الانتقال بين الأعماق المختلفة من البحار للأنهار، وزي سمك اسمه سمك السلمون، وبتكون المثانة هنا مملوءة بالغازات. طيب ثالثا بقى قالك وهي الكائنات اللي بتعيش في الأعماق السحيقة، ودي بتعيش على عمق أكبر من 2000 متر زي سمك الجليد، فغالبا ما بتكون ذات هيكل مدمج وتحتوي أجسامها على مكونات بروتينية وسوائل داخلية. ليه؟ قالك لكي تتحمل الضغط العالي مما يجعل تركيبها الجسماني ملائم للضغط المرتفع للمية. بعد ما خلصنا الكلام ده قالك مثال عليه سمك زي سمك اسمه سمكة الراي، حيث تمتلك مثانة هوائية غازية، تمتلك مثانة هوائية غازية لضمان عدم انهيارها، بل تحتوي على سوائل بدلا من الغازات، وتعتمد على الكبد الكبير الغني بزيوت لزيادة الطفو. يعني معنى كده يا مستر ان المثانة بتاعتها بتكون مملوءة بالغازات. طب جميل جدا. بعد ما خلصنا المثانة الهوائية قال لي اخش على الهياكل. فانا عندي نوعين من الهياكل، عندي هيكل عظمي وعندي هيكل غضروفي. بص يا مستر، الهياكل العظمية بتكون قوية تساعد على دعم الجسم وثباته، بس ما تقدرش تستحمل الضغط العالي تتكسر، وزي سمك اسمه سمك البلطي او سمك البوري، ده ضغطه او هيكله انا اسف عظمي. الغضروفي بقى قال لك بيكون اخف في الوزن واكثر مرونة، فيقدر يتحمل الضغط العالي زي سمك القرش وزي سمك الراي اللي بيكون بيحتوي على مثانة سائلية. طيب رقم 3 وهي الأغشية الخلوية، ودي آخر حاجة. أجي أقول لك هيستميز الأغشية الخلوية للكائنات اللي بتعيش في الأعماق بوجود بروتينات دهنية غير مشبعة تمنع حدوث تلف في الخلايا وتضمن استمرار الوظائف الحيوية، ده عن طريق تعزيز مرونة الأغشية ومنع انهيارها وتقليل تأثير الضغط على الأغشية الخلوية. وكده يبقى صديقي انتهينا من مراجعة شهر نوفمبر الجميلة، ونشوفك إن شاء الله في الحصة اللي جاية. نراكم على خير.